في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقاويل كثيرة يطرحها علينا أحمد طنطاوي. أحمد طنطاوي علشان يشد الشعب شوية ليه ويتعاطف معاه بينزل كل مكان، كل محافظة عند الشهر العقاري بتاعها. دي نمرة واحد. وكل ما واحد يسأله يقول له كلمتين اتنين: لا أنا عملت توكيل، ولا أخويا عمل توكيل، ولا أبويا عمل توكيل، ولا أمي عملت توكيل، ولا حد من أهلي عمل توكيل. جالي اتصال هاتفي وقال لي: يا أستاذ أحمد خش على الصفحة كذا هتلاقي إخوات وأبو وأخوه أحمد طنطاوي عاملين توكيلات. الكلام ده قبل الفيديو اللي قاله في الشرقية، وقبل الفيديو اللي قاله في الغربية، وقبل الفيديو اللي قاله في اسكندرية، وقبل الفيديو اللي قاله في مطروح. طيب احنا عايزين نسأل الأستاذ أحمد طنطاوي، الراجل المحترم مرشح رئاسة الجمهورية، نقول له كلمتين اتنين: ايه وجه الاستفادة من انك تنزل تروح شهر عقاري في كل محافظة وعايز تدخل الشهر العقاري، مع العلم ان انت عملت التوكيلات واهلك عملوا التوكيلات ومعاك شوية شباب ماشيين معاك زي العسل زي الفل بينزلوا معاك في كل محافظة؟ هل الاستفادة ان انت تعمل فتنة في الشعب بين الناس واهلها، بين الشعب وبعضه، ولا ايه الاستفادة؟ طب ما تيجي نشوف الفيديو ده وركزوا على الصورة اللي محطوطة في جنب الفيديو. ايه المشكلة لما ينزل الشهر عقار؟ ايه المشكلة؟ يا ريس ايه المشكلة يعني؟ ولا مراتي عرفوا يعملوا. بعد ما شفنا الفيديو ده عايزين نقول للناس الحلوة المحترمة ولاد الأصول اللي بتشتم فينا: انت لو راجل كويس هترد وتدعم اللي انت بتدعمه كويس. احنا بنتكلم كلام وبنحترم الرأي والرأي الآخر. اما قلتوا ان في بلطجية ماشية وبيأجروا بلطجية وبيعملوا بلطجية وكلام من ده، ما لقيناش واحد بيؤيد الرئيس السيسي او بيؤيد مصر بيغلط بالألفاظ القذرة اللي بتتغلط فينا حاليا. وده شيء يبسطنا، بنعرف ان احنا ماشيين صح. الحاجة التانية ان البلد ما حدش عارف يخترقها. ليه؟ لان الغرب النهارده بان. يعني البرلمان الاوروبي او البرلمان بريطانيا ماله ومال مصر، وماله ومال احمد طنطاوي، وماله ومال ازاي يخش مع السيسي وازاي ينافس السيسي. ده دليل بنقول لكم فوقه بقى. ده مخطط ان هو يجيبه وينزله ويحطه في وسط الناس عشان الناس تمسك فيه ويتضرب، او الناس اللي معاه تنضرب ويقول لك شوفوا ده بيضربه ومش عايزين يدخلوا الناس يعملوا توكيلات لاحمد طنطاوي. مع العلم محدش منهم اتمنى، والدليل ابوه واخوه واخته ومراته زي ما هو باين في ريحكم على الصوره اللي انتوا شفتوها. تمام. طيب دلوقتي انتوا احنا دلوقتي الشعب واعي، الشعب ما عادش خايف، الشعب ما عادش هيقع زي زمان. زي زمان ما قالوا ثوار احرار هنكمل مشوار وخربوها، النهارده طالعين بيقولوا مش عارف ايه كده، يحيى الامل. امل ايه اللي انت هتعمله؟ كنت عملت يا اخي القلين، يا اخي قلين ناسك الغلابه، الناس الغلابه اللي انت مسكت يده مجلس نواب فيها قد ايه؟ ولا احنا هنمسك رئاسه الجمهوريه بالشتيمه؟ ده انا اشتم زي اعوانك ما بيشتموا فينا. احنا برضه مع البلد، يشتموا فينا بهدلوا فينا، احنا مع البلد. وتحيا مصر في كل وقت وكل حين، تحيا مصر واحنا دايما متجمعين.